السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة مع بعض هنعمل عصير لولادنا، عصير الموز مع الفراولة مع إضافة الحليب. مقولكيش بقى على جمال طعمه. وطبعا القيمة الغذائية اللي في العصير بتاعنا عصير طبيعي فريش. معانا بقى الفراولة مقطعينها قطع صغيرة، والموز طبعا الموز بنقطعه ساعة ما بنعمل العصير على طول عشان لونه ما يغمقش منك. ومعايا الحليب، معانا السكر، وممكن نستبدل السكر بعسل نحل. هنجيب بقى شفشق الخلاط، طبعا مفيش اسهل من كده. هبدأ اضيف الموز، معايا حوالي كوباية كبيرة من الموز، وهضيف برضو كوباية كبيرة من الفراولة، عليها كوبايتين بقى من الحليب. وطبعا السكر التحلية دي براحتك. هبدأ بقى اضرب الكلام الجميل ده مع بعض. يلا بينا بقى نقدمه. شايفين بقى جمال العصير بتاعنا؟ طلع قوامه تقيل وتحفة ازاي، والطعم بقى ما اقولكيش طبعا. ولو عايزة تقطعي فيه قطع من الفاكهة، قطع من الموز أو الفراولة، يبقى كده حولنا على العصير بتاعنا الكوكتيل، برضو هينفع معاكي. شايفين بقى جمال العصير بتاعنا؟ جربوه بقى ويا رب يعجبكم. نحاول بقى نكتر لولادنا من العصائر الطبيعية، وخصوصا فصل الشتاء، عشان نقوي جهاز المناعة. وبالهنا والشفا عليكم يا رب. ولو أول مرة بتشوفيني، ما تنسيش الشركة في القناة، وتعملي لايك وسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني مع وصفات أحلى مع أم جنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.